ظل نوح عليه السلام ينتظر العلامة. أي علامة؟ إنه التنور يرقبه متى يفور الماء فيه، فإذا بالعلامة تبدأ. فعلم نوح عليه السلام أن العذاب سينزل، فأسرع إلى الذين آمنوا قال لهم اركبوا في السفينة. فنظر الناس إليهم ما بالهم أجنوا أيركبون سفينة في صحراء؟ فركب أهل الإيمان، وأوحى الله عز وجل لكل الحيوانات ذكرا وأنثى، إلى كل حيوان كل جنس أن يركب منه ذكر وأنثى من كل زوجين اثنين. فبدأت الحيوانات تركب والطيور تقف، وأهل الإيمان فيها كلهم تجمعوا في هذه السفينة، وقال اركبوا فيها بسم الله، لأن العلامة بدأت، لأن العذاب سينزل الآن. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. أحد أبنائه سبق عليه القول وزوجته ماتت منذ زمن. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. والناس ينظرون ما بال نوح، فلما ركب السفينة وحمد الله عز وجل نادى ربه جل وعلا وقال إني مغلوب فانتصر ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلما ركب أهل الإيمان في السفينة والحيوانات معهم والطيور تجمعت، ونظر أهل الكفر لنوح وهم يضحكون عليه، ما باله؟ ما الذي حصل؟ هل جن نوح والذين آمنوا؟ بدأ العذاب، وبدأت السماء تفتح بالماء المنهمر، لم يكن مطرا عاديا بل كدلو يصب الماء منه. ففتحنا أبواب السماء، المطر بدأ ينزل من السماء بغزارة كأنه دلو يصب الماء منه. ليس هذا فقط، بل بدأت العيون تتفجر من الأرض، ماء من الأرض وماء من السماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر. وإذا بالسفينة تطفو في ذلك الماء، وحملناه على ذات ألواح ودسر. أما أهل الكفر اختبأوا في بيوتهم من هذا المطر الذي سينزل، فإذا الماء يعلو بيوتهم هربوا إلى السطوح. تخيلوا كيف كانت الأم تحمل أولادها وتهرب، تخيلوا كيف كان الناس يصعدون إلى الجبال، يرقون الجبال، يهربون من أي شيء من هذا الماء الذي ينزل من السماء ويتفجر من الأرض، ويعلو الطوفان شيئا وشيئا. الشيوخ، العجائز، الأطفال، الأم مع أولادها، الأب مع زوجته مع أولاده، كل الناس يهربون ويصرخون وهي تجري بهم في موج كالجبال. صارت الأمواج بعلو الجبال. أرأيتم إلى الجبال وارتفاعها؟ هكذا وصلت الأمواج إلى الجبال، والناس يصرخون والناس يغرقون والناس يهربون، يبحثون عن أي مرتفع في الأرض. إنه عذاب الله نزل، إنها قدرة الله عز وجل. ماذا صنعتم؟ ماذا فعلتم بعد 1000 سنة من استهزائكم على هذا النبي؟ تسخرون منه لصناعته هذه السفينة في هذه الصحراء. الآن انظروا إلى قدرة الله جل وعلا. الأمواج تتلاطم والناس يهربون والناس يغرقون والناس يستغيثون ويصرخون، وأهل الإيمان تطفو سفينتهم، سفينة النجاة، سفينة نوح عليه السلام والذين آمنوا، وما آمن معه إلا قليل. نجى الله الحيوانات وأغرق الله عز وجل بشرا لم يؤمنوا به.